يا مساء الفل. وصفتي دي وصفة بيحبها ملايين من الناس، وما ينفعش اعمل منها طبق صغير، لا دي تعمل منها طبق بولة كبيرة عملاقة عشان تقعد معايا اسبوع اكل فيها براحتي. وصفتي النهارده زي ما انتم شايفين كده الكول سلو. سلطة الكول سلو من السلطات الجامدة جدا وتنفع مع اي اكل في الدنيا. قدمي جنبه سلطة الكول سلو، حاجة كده عبقرية، طعمها حلو جدا، وهخليكي كمان تعمليها في البيت من غير ما تشتري حاجة من بره. اول حاجة بحضرها بايه؟ معايا كرومباية كده، كرومبة السلطة، تمام، كرومبة صغيرة كده حلوة بنت ناس. بغسلها وببدأ اقطعها على ايديا بالسكينة. انا ما بحبش لا ابشرها ولا احطها في الكبة، انا بحب اقطعها على ايديا بالسكينة عشان تفضل مقرمشة، مهما تقعد في التلاجة تفضل كريسبي. المهم هنقطعها بالشكل ده، وخدي وقتك خالص في التقطيع، المهم تقطعيها ايه، رفيع خالص على قد ما تقدري. هخلص كده الكرومبه زي ما انتم شايفين. نسيت اقول لكم اعملوا لي لايك وشير وكومنت علشان اعرف رايكم، واللي بيحب سلطه الكول سلو يكتب لي في الكومنتات ويقول لي بيعملها ازاي. بعد كده انا عندي بقى ايه، تفاحيه كده غلبانه محدش عايز يجي ناحيتها خالص، قلت ما نستخدمها يعني. هبشرها زي ما ببشر الجزر. انا بستخدم الكرنبايه المتوسطه، بستخدم لها كيلو جزر. هي كوبايه الكرنب المبشور قدامها نص كوبايه جزر مبشور، تمام. انت بقى زودي المقدار زي ما انت عايزه. انا معايا كيلو من الجزر ببشره مع التفاحيه الغلبانه دي. لما تبقى موجود عندي كده تفاح بحط، ما عنديش تفاح ما بحطش. الوصفه الاساسيه ما بيتحطلهاش تفاح، تمام. تعالي بقى نعمل مايونيز. هل انا هخليكي تشتري المايونيز من بره؟ ازاي وانا بعمله في البيت اصلا. هحط بيضايه، هحط عليها رشه ملح ومعلقه كبيره من الخل، وهضربها بالهاند بلندر لحد ما تعمل فوم بالشكل ده. وبعد كده هنزل بسرسوب صغير خالص من الزيت، وزيت يكون نقي وحلو ملهوش اي ريحه، لحد ما المايونيز بتاعي يتقل بالشكل ده. بصوا تفضلي تضربي فيه وتضيفي الزيت كده سرسوب صغير، هتلاقيه تقل منك على طول. بعد ما يتقل المايونيز انا بحط له معلقتين كبار من الخل و5 معالق سكر وكوبايه حليب. ده بقى الدريسنج بتاع السلطه. خلاص احنا في الاول عملنا المايونيز، بنعمل بقى الدريسنج دلوقتي. وهقلب الكلام ده كله في الهاند بلندر عشان السكر يدوب تماما والحليب كله يختلط ببعضه. طيب كوبايه الحليب دي مش هي اللي هتبقى كفايه، ممكن ازود لها كوبايه زبادي او احط كوبايتين حليب. بزود حسب حجم السلطه اللي انا عاملاها، يعني انا عامله بوله كبيره فهحط كتير طبعا. كمان حطيت ربع كوبايه من عسل النحل، تمام. بنبدا ايه بقى، بنسقي بالدريسنج، وكل ما نبقى عايزين نزود بنزود حليب او زبادي، وبعد كده بزود معاه سكر او عسل نحل، المتوفر عندك هتزوديه. ودي مكونات السلطه، لازم تتحط في بوله محكمه الغلق وتدخل التلاجة يوم كامل. تاني يوم بطلعها بتكون شربت من الصوص، والجزر نزل السكر اللي فيه وشربت من الصوص كله، بقت تحفه. عايزه اقول لكم انا السلطه دي من السلطات اللي انا بعشقها جدا، وكل ما تخلص لازم اعملها، كل ما الاقي كرومب في وشي اعملها. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. والوصفه دي وصفه الاصليه، ما بيتحطلهاش طبعا بصل، ما بنستخدمش كابوتشا فيها. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، اشوفكم على خير، باي باي.